انا راه شويه سامي. شوف سامي، انا ما كنعرفش نتعامل مع الدراري الصغار، انا كنتعامل مع الرجال. اذا الا كنتي راجل سامي اسمعني تقل. لم يكن لديك دليل على طرد الجزائري من المغرب فيجب ان تعترف وان تعترفت اصلا بانه اجحاف في حق المغاربه من طرف الرئيس الراحل هو ريبو. بنين ما نكذبش، انا قلت لك شكرا بارك الله فيك يا بنت المملكه. خليني نكمل حديثي مع الاخ الا قبلتي. حنا الدين ما عندناش هنا. الا قبلتي ما نكمل، خلينا من الدين. الا قبلتي فاش غتكلم الملكه، خلي الملكه كولايور. شوف بشرط ان لا يقاطعني. ولكن الموضوع المهم ماشي هو المشرق، الموضوع المهم هو المغرب. لا 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 لا. حديث الرسول عليه الصلاه والسلام يهضر عليه بمقت، يمقت فيه، قاعد يمقت فيه على اساس انهم الجزائريين هما اللي يهضروا. ظالمه ومظلومه تقدر تهضرها انت تقول انا مع فلسطين ظالمه ومظلومه كما قال الرسول. انت لا ما تهضرهاش على خاطر ما هضروها الجزائريين. هذا هو المشكل تاعك. عمرك سالوك على فلسطين وقلت نعم انا مع فلسطين ظالمه ومظلومه. واسمعني، انا لست مع فلسطين مظلومه، انا مع فلسطين ظالمه، انا مع فلسطين مظلومه. انت تتبنى كلمه مع وخليني نكمل يا صاحبي. ما الكطر من المقلايه ولا الله يهديك، وغيشريو علينا بجوج من هذا الله يفات. انت تغوت وانا نغوت. انا قلت لك الموقف ديالي بعيد عن النص الذي جاء في الحديث، لان الحديث لم يتكلم عن فلسطين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اخوك، وانتم من لا خير في اهله لا خير فيه للناس. لان لو اردت ان تتبنى هذا الحديث من جانب الاخوه فهو ينطبق على العلاقه الجزائريه المغربيه التي بينها دم، فتركتم الاخوه بين المغاربه والجزائريين واردتم ان تمثلوا علينا الشهامه والعروبه والاخوه مع الفلسطينيين، وهذا لا يمكن ان يكون قائما. واقول لك الان الفلسطينيين يقدمون الحلوى بمناسبه موت قاتلهم وانتم تقدمون التعازي، فانتم لستم مع فلسطين لا ظالمه ولا مظلومه. والرسول عليه الصلاه والسلام براء منكم لانكم فتحتم مسيجتكم لمن يسب الرسول عليه الصلاه والسلام ويسب الصحابه. وبحديث شريف وصحيح يقول الرسول عليه الصلاه والسلام من سب اصحابي فليس مني. هذه براءة الرسول ممن يسب أصحابه وممن أدخلتموهم إلى مساجدكم. أقول لك أخي الكريم لن تستطيع أن تتحاور معي حتى في الدين. تحياتي لك. شكرا. التلخيص برك. لا التعقيب. لا ما كاينش. لا غنخرجوا من هذا الموضوع. لا نعقب عليه. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى. هذا دابا فهمت الياس. بربط عليا والحديث قياس كما نقول. جميل جدا. الياس الا سمحتي لي غير ثانيه وحده. لن ترضى عنك اليهود والنصارى. اليهود بمله وبشريعه والنصارى بمله وشريعه، أما الشيعي فلا ملة ولا شريعة له. إذن الشيعي لم يذكر فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اتقوا الله يا أحباب الله إن كنتم تؤمنون بالله ورسوله. قلت لك سامي راه لن تستطيع مجاراتي حتى بالدين. البدعة أنجس بنا اليهود والنصارى. جميل. مجاريك ولا واحد دقيقة باش نبين لك. واحد دقيقة. واخا إليا كولايور حنا ما نبقاوش نجاريو لأن سامي راه بحال هكا داير. تصنت لي يا سامي، تصنت لي. أول حاجة نحن لا نتحدث في أمور الدين. أنا غنقول لك السبب. أنا والملكة قادرين أن نحن نمشيو ونقراو شوية على الدين ونجيبوا أحاديث ونحطوها حدانا ونتكلموا فيها، ولكننا نخاف من الله سبحانه وتعالى أن نتقول عليه وعلى رسوله شيئا فنتبوأ مقعد من النار.
على داك الشيء لا نستطيع الحديث في شيء ليس من اختصاصنا. انا والملكه فكرنا نهضروا على جوج حوايج، فكرنا نهضروا على الدين، فكرنا نهضروا على الطب. الملكه قالت لي انا غندخل اليوتيوب ونشوف كيف تقام عمليه الطحال، وانا قلت لها غندخل وغنشوف ما هي اركان الدين. لا انا قدرت انني نفهم الموضوع لانني غير متخصص فيه، ولا الملكه واخا شافت العمليه ديال الطحال ما قدرتش دير العمليه لشي واحد. ملي يكون شي واحد متخصص حبيبي في هذا الشيء هذا ويستطيع الحديث فيه، ديك الساعه سير عنده. حنا كنتكلموا في امور دينيه ودنيويه، دنيويه ليست دينيه. هذه واحد. جوج، انا غادي نعطيك واحد التحدي جميل ماشي ليك بوحدك، لك ولكل جزائري. اسمع، ولكل جزائري ما دمت أنت مع فلسطين معناه أن أنت قادر على نقاش الحجة بالحجة والدليل بالدليل في إثبات أن فلسطين هي أراضي فلسطينية خالصة. وأنا مستعد أنني نناقش معكم حتى كيف تم تلفيق كذبة بيع الأراضي. سامي، نناقشوا حتى القرارات الأممية المتعلقة بفلسطين. أي حاجة متعلقة بفلسطين قبل الميلاد حتى اليوم. انت سامي واش قادر تناقش هادشي حبيبي؟ عندك شي حاجة، عندك شي إضافة في هادشي؟ صديقي نعم صديقي. تكلمنا في هذه. انا قلت لك سألت سؤال الاخ، الا كان نخرج منه إلا خرجتي منه غادي تتلف، إلا خرجتي منه غادي تتلف. المرة الثانية على التوالي، الثانية على التوالي. نداء شيكور في الجزائر يطلع ويتكلم لنا على القضية الفلسطينية ونناقشوها، ما عندناش أدنى مشكل، لنرى من فينا المتصهين ومن فينا المسلم. أما باش تبقاو تطلعوا لنا تحوروا لنا النقاشات إلى نقاشات دينية، حنا بعاد على النقاشات الدينية. أخي ياسر يناقشك في أمور سياسية تاريخية، مرحبا أجي. هو خي إلياس هو والله لم يرقى إلى أن يكون نقاشا دينيا. فما هو يريد هو يريد هو لا يرتقي إلى أن يناقشه نقاشا دينيا، لأنه يسقط حديث على مقولة. ففرق بين الحديث وسياق الحديث وكيف جاء الحديث وسبب مجيء الحديث والنازلة التي يريد أن ينزل عليها الحديث، بحيث أنه كيبغي يقول حنا راه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. الرسول لم يقل مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، يقول مع أخوك كان ظالما أو مظلوما. كما قالت له الملكة هل أنت مع المغرب ظالما أو مظلوما؟ هنا ارتفع الصوت وبدأ الضجيج. صحيح، أنا أتفق معك. السلام عليكم جميعا. غير ما نخليوش الامور الدينيه يدخلونا ليها، لان الامور الدينيه لها اهلها ولها اختصاصاتها. فهما كيحاولوا اخويا ياسر انه يخرج لك من النطاق السياسي او التاريخي ويمشي لك الامور الدينيه باش يلصق فيك واحد التهمه، وهذيك التهمه شوف انا صائق شاحنه، وان وضعت في ثقتك فحمولتي متنوعه. اعلم ولكن غير تفهمني. واحترم سياق اللايف واحترم اتجاه اللايف، وانا معك في قضيه اننا لا نخلط ما هو ديني بما هو سياسي. نعم انا فهمتك الياس. باش ما يسيروناش هما، فهمني كيفاش. انا ما عنديش مشكل، انا نهضروا في الامور الدينيه نخصوا ليه لايف، انا والله ما نتكلم، ندير ميوت، وانا اعلم انك قادر على النقاش، ولكن باش ما يسيروناش هما. لان اليوم ملي كنتكلموا على القضيه الفلسطينيه فنحن نتحدث عن قضيه تاريخيه وعن قضيه سياسيه. الا بغى يجي يناقش معنا الامور من الناحيه التاريخيه والسياسيه انا اتحداه من هنا. انا مستعد انني نطلع 37,000 واحد فيهم نطلعهم من لهنا ونناقش معهم قضيه من القضايا، والله لا يوجد مشكل. عموما نعود ادراجنا الشباب. متفائل في زمن الياس. الله على عنوان هذا عميق، هذا السيد هذا والله لا عميق. تحياتي. السلام عليكم جميعا، كيف الحال الاخوان؟ لا باس. السلام ورحمه الله. الحمد لله، الله يدوم النعم.
الاخ الياس من قبيل بالك فايت الساعه وانا نستنى الجيست، ونزيد نسمع ابناء فرنسا والبقايا نتاع العثمانيين اللي ما يشرفوناش وراهم كرهونا في الوطن هذا. والله غير نستحيا انني نقول انني جزائري، وانا اللي ابن شهيد. معكم اسماعيل من ولايه المسيله من 28. يا اخي الياس، انا تكرارا نطلع مع الاخوان ابناء وطني نتكلم معاهم في امور نتاع الوطن نتاعي. ملي تتكلم معاهم كيف ما تتكلم معاهم على بالهم ويعرفوا بالحق يطبق واش يحب هو. نتكلم معاهم على زوج قضايا، نتكلم معاهم على القضايا نتاع الصحراء يا اخي اللي راها في تندوف، الصحراء يا اخي اللي راهم في تندوف. قول لهم يا اخي ولايه تندوف راهي نورمالمون ولايه جزائريه بها تكمل 58 ولايه بالحق، عليها نروحوا لها بالريسيباس. وراني طلعت معك وقلتها. يقول لك خاوتنا مستضعفين، وكيف انا اللي راني مستضعف؟ راني مطايش في فرنسا، راني امي ما شفتهاش بالك لمده 5 سنوات ولا 6 سنوات. ملا انسان غني انا، انا مش ابن الوطن الجزائري يا اخي. هادو اقسم بالله العلي العظيم ويشهد التاريخ ما هم ابناء الوطن الجزائري، هادو بقايات الاستعمار يا اخي. ودابا شوف ابن الوطن والله ما متفائل. يقدر يطلع متفائل. يتكلم معك في امور ما تخصوش يا اخي العزيز. اسمعني يا حبيبي، اسمعني. شوف، ويلي هو منهج الانسان والطريقه ديال التفكير ديالنا نحن المغاربه الاحرار واللي تابعين لدوله ديمقراطيه اللي هي كتمثل المملكه المغربيه. انا صعيب باش نخليك تقول هذا الكلام هذا دون وجود جزائري باش يجاوبك. هذه من باب الديمقراطيه، لان هذا الكلام هذا اللي كتقولوا انت انا لا يشفي صدري ولا يشفي غليلي. باش نكون معك صريح 100% اخويا متفائل في زمن الياس. انا ما شوف، انا شوفنيش، انا نهضر معك صريح. انا اليوم ما عنديش مشكل مع الجزائر، مع الشعب ديالها، لان الشعب ديالها انا بالنسبه لي هو شعب مستضعف ما قادرش يقرر حتى المصير ديال القوت اليومي ديالو. فانا النظام، انا الخلاف ديالي مع نظام، فما يمكنليش نطلعك طبعا يا اخي. شوف، ما يمكنليش نطلعك لهنا وانت تتحدث هكذا دون وجود خصم لك يكون تابع للمغرب. فاعطيني الجزائر، فاعطيني واحد الدقيقه نطلع لك جزائري يرد يا اخي الياس، واخا اعطيني دقيقه حبيبي، اعطيني دقيقه حتى وطلع لي. لا انا ما نطلع لك حتى يا اخي الياس حتى انا يا اخي فهمني، تفضل. فهمني. انا من باب الامانه، الامانه ما يقتضيه علينا. بارك الله فيك، فهمتك. دقيقه اعطيني دقيقه. جزائري، السلام عليكم. لاباس؟ لاباس الله يحفظك، بارك الله فيك. ولكن دقيقه الجزائري. مرحبا بك. دقيقه مرحبا بك، يعطينا دقيقه عافاك. لا تكرر غير هو في اطار الاحترام الكامل للمتفائل في زمن وحاجه واحده اخرى. شوف، انا ما غنبغيش متفائل يسب شي رئيس ديالكم ولا شي حاجه، وفي نفس الوقت ما نبغيكمش نتوما توصفوا شي اوصاف. اذا كتناقشوا نقاش سياسي مبني على الاحترام اهلا وسهلا، انا ما غندخلش لانه اكيد غيكون نقاش داخلي فيما بينكم. يلا تفضل متفائل، انا كنتسمع. معليش بارك الله. السلام عليكم الاخ. وعليكم السلام ورحمة الله. واش راك لاباس؟ صحتك بخير؟ الحمد لله. معك اسماعيل من ولاية هلال 28. من سيلا، الله يبارك يا رب الناس. بارك الله فيك. انت من وين؟ انا من بومرداس. متشرفين لاسيس. بارك الله فيك. واش رايك في النظام هذا اللي راه مدمر الوطن وراهم تشرطنا؟ قول لي كي تكمل باش تخليني نهضر حول ولا نهضر، يعني باش احنا كل حال. قلت لك
زعما قلت لك تقاطع عطيني الرأي. ارانا المداخله ديالك متفائل وخليه هو يجاوب. بارك الله فيك. باش كي نهضر ما تقاطعنيش، والله يبارك تعرف تاع الاخوه والاخوه. ما نخليهش يقاطعك وانت ما نخليكش تقاطعه في بارك حدود الله. الاداب والاحترام. ممنوع ذكر كلمه المغرب، النقاش بيناتكم. شوف الديمقراطيه بيناتكم، ما تجبدش اخويا، لا انت لا هو. ما لا لا تجبدش نحييك خويا الياس على هذه المبادره، نحييك، تحيه لك. احنا المغاربه شابو. قلنا احنا تحية ما عندناش لك. علاقه بكم، احنا ما عندناش تحية علاقه لك. بك. تفضل يلا تفضل. المغرب بعدو منا والسلام باش ما واش رايك؟ ندخلوش حنايا. واش رايك يا الاخ في القضيه هذه اللي راهي تسبب النظام هذا نتاع القضيه الصحراويه، خوتنا المستضعفين، وحنا اولى من خوتنا الصحراويين. وحنا كي نروحوا لخوتنا الصحراويين لازم لنا الريسيباسي، وكيجونا خوتنا الصحراويين يدخلوا كما يحبوا ويروحوا كما يحبوا. وكل ابسط الامور كنت تعود جاي في الطياره الإليق يطلع البوليساريو قبل ما تطلع انت كمواطن جزائري. اين مقيمون هذا الشعب الصحراوي؟ تفضل الاخ. يزيد فضلك. انا نسالك وباش نفتح لك الباب تاع الحوار معك. انت خدمت الجيش الوطني، عقبت الارمي ولا ما عقبتش؟ ما عقبتش قول لي الأرض. خويا انت المتفائل، خدمت الارمي ولا عقبت سيرفيس ناسيونال ولا ما عقبتش؟ لا علاه نعقبوا؟ واش ربحت حتى لا نعقبوا؟ جاوبني يا اخي باه نعرف نهضر معاك. كاين حوايج نهضر معاك داخله في هذا الشيء. قول لي انت خدمت الجيش ولا ما خدمتش؟ معليش. لا خدمت ولا ما خدمتش؟ ما خدمتش. انت يسمى تشبه لعمتي، معليش. الجيش معليش. تعرف واش حاب يقول الجيش؟ تمام. الجيش خليني نكمل لك. تندوف منطقه عسكريه، تندوف سيتين زون ميليتير باش تعرف. والدخله لتندوف والخرجه تكون يعرفوا اللي دخل واللي خرج على هذا الباب. هذه باه نفهمك باللي 60 زون ميليتير تندوف منطقه عسكريه. ثانيا تكلمت على الصحراويين. احنا انت هذا رايك كجزائري وانا جزائري. الصحراويين انا بالنسبه لي كجزائري شعب استضعف انحقر. دخل عندنا تندوف كما بكري البارح احنا كنا مستضعفين وانحقرنا وعطانا الملك محمد الخامس الله يرحمه وجده. كنا ندخلوا لوجده ناكلوا ونشربوا ونداووا ونجيبوا الدراهم ونخرجوا. بزاف المجاهدين داووا في وجده. يا هل ترى نهار اللي عطانا محمد الخامس وجده، يعني ترى كانت وجده تاعنا ولا حقرناه ولا عطانا وجده من باب ان شعب مقهر. حرقتنا فرنسا، تركينا في السماء وفي الارض، عطانا وجده باش خليني نكمل لك. كيف انا كجزائري لا ما مشوز. قلت لك ما تقاطعنيش. شوف انا درت المايك وسكت، ما تقاطعنيش الله يفتح عليك وفهم. وبعد تحب ترجع انا نهضر معاك غير بالتي هي احسن. ما دخل انت ما دخل الصحراء الغربيه في مشكلتك. انت باين باللي عندك مشكله راك في الخارج وما تكلم. انا كملت هضر انا كملت. انا قلت لك باللي انت باين. وي نعم عطاك محمد الخامس وجده. نعم لا زعما بغى يقول لي استاذناهم زعما في وجده قدمنا. الله يرحم الوالد. هو راه اعتراف بحد ذاته كل. نعم. تفضل حنا كنسمعوك. ما نكرناش يا الاخت مليكه. احنا ما نكرناش يا الاخ، علاه يعني بالاخص ولايه تندوف وما يكونش كي باقي الولايات؟ لان ولايه تندوف في المملكه المغربيه قالت نتاعي. وبعد كيف نعطيو نفتحوا أيوة. تديها ولا كيفاش نعطوها لها كادو؟ فهمني انت جزائري. نورمالمون جارك راه يقول لك نتاعي. انت واش دير له تما؟ واش دير له؟ دير له النوار والورد وتسناه ولا واش دير له؟ واش نعرف دقيقه انا واش نعرف باللي انها الشعب الصحراوي راهم يحوسوا على الصحراء الغربيه. بالحق الصحراء الغربيه هاو داها المغرب يا اخي راهي عايشين فيها المروك يا اخي. الصحراويين هذو هم رانا عاطين لهم تندوف. لا راك معايا ولا ماكش معايا؟ نورمالمون الصحراويين هذو هم عايشين فين تندوف. بالحق الصحراويين يحوسوا على الصحراء. واش من الصحراء يحوسوا عليها؟ اسكو يحوسوا على تندوف الصحراويين هذو؟ لا ما يحوسوش على تندوف، يحوسوا على بلادهم. واش على واش يحوسوا؟ يحوسوا على الصحراء الغربيه بلادهم. ما لا يروحوا للصحراء يروحوا للصحراء الغربيه هذه. واش دخلنا فيهم؟
ما لهم وين يروحوا هما ضربوهم بالطيارات، ضربوهم بالطيارات المتفائل. يا واسمك هربوا من القهر، هربوا من القهر. منين هربوا هما؟ منين هربوا؟ واش بيه؟ لقاو المعيشه مليحه وقعدوا ثم واش نحسبوهم؟ معليش الصحراويين هذو واش نحسبوهم؟ لاجئين كاش ما شفت لاجئ بصح، كاش ما شفت معليش، كاش ما شفت لاجئ. انت لاجئ عندك في بلادك وتدخل عنده بالريسيت باسي. شفت انت لاجئ في ارضك، دقيقه، شفت انت لاجئ في ارضك وما تقدرش تروح لها. شفت لاجئ انت في ارضك وتعطي له السلاح. شفت انت لاجئين في الارض نتاعك ودير لهم رئيس وتقيل الدور به بالطياره الرئاسيه نتاع الوطن. مين جاك هذا؟ مين جاك؟ صح نجاوبك. كملت معليش كملت. صح. اولا رافدين السلعه اللي راهم رافدين السلعه في الاراضي المحرره. ثانيا اللاجئين الصحراويين في تندوف. خليني نكمل لك يا صاحبي. قلت لي جاوبك على سؤال. اللاجئين الصحراويين في تندوف عطيت لهم الدوله ما كان مخصص ليهم. باش تروح لعندهم الدوله لازم تعرفك انت شكون، وين شكون عارف من داخل عندهم. يقدر مغربي يدخل لك من ثم لعندهم، يدخل في الوسط ويدير لك الفتنه. من حقه الجيش ومن حق الامن يعرف شكون هذا اللي ثم. معليش اني معاك. واش رايك اخوان؟ واش رايك في الدستور؟ ما قدرت صراحه اخوان الا سمحتي لي يا دقيقه الله يسترك اختي، دقيقه معليش اعطيني هذه برك الله يسترك. واش رايك في الدستور الجزائري؟ يقول باللي في الماده 30 في الدستور الجزائري يقول لك حق للشعوب في تقرير المصير. انت مع الدستور الجزائري ولا ضد الدستور خارج لي في الجزائري؟ القبائل على بالي راك خارج لي في القبائل تجيب من الطرف معاك. معليش جاوب. راك حبيت تقول لي على القبائل. انت مع الدستور؟ انت مع الدستور ولا كونتر الدستور؟ لا انا مع الدستور الجزائري. مالا انت كيفاه الصحراويين عاطي لهم تندوف يا اخي، وفي الاصل ماهيش نتاعهم وما همش وطنيين وما همش ابناء الجزائر. عطينا لهم تندوف ما تغلطش ما تكذبش. كيفاه القبائل اللي راهم يطالبوا بالقضيه نتاعهم يا اخي وفي ارضهم وحاربوا عليها وكل سنه تحرق فيهم. انت علاه ما نطبقوش عليهم الدستور؟ معليش نجاوبك. كملت نطبقوا عليهم الماده. كمل خليني نجاوبك. خليني القبائل برك نهضر. خليني نهضر نجاوبك. انت كي راك تقول لي القبائل وحروها عميروش الله يرحمه رفد الاعلام الجزائري ولا كان نحر تيزي وزو بجايه ودوروا نرفد اعلام وحدي. جاوبني انت. كريم بالقاسم رحمه الله. خليني نجاوبك. كريم بالقاسم رحمه الله. خليني نجاوبك يا اخي. يا تسمع لي يا ما نسمعلكش. دوك ما نوضوش ندابزوا في اللايف تاع الناس يضحكوا علينا مغاربه. تربى شويه واسمع كيما نسمع. هما يضحكوا انا ندير ميوت ونسمع لك. اسمع لي. قلت لك كريم بالقاسم رحمه الله، كولونيل عميروش رحمه الله، حتى آيت حمد رحمه الله كانوا يقولوا الجزائر ولا كانوا يقولوا قبائل؟ رفدوا العلم تاع الجزائر وما توش تستشهدوا على الجزائر ولا تستشهدوا على تيزي وزو بجايه؟ ممكن نطلب منكم واحد الطلب بجوج؟ تفضل. شكرا جزيلا. هادو كاع اللي ذكرتي لم يستشهدوا لا وانما تم التصفيه. عميروش ما استشهدش. عميروش ما استشهدش. هادو ما استشهدوش. لا ياسر دقيقه واحد دقيقه. متفائل في زمن الياس ونعاود نطلع حبيبي. جميل جدا. ما هو السبب الذي جعلني ان اقف في موقف الحياد مع العلم انه مرت عده اشياء ما خصناش ندوزوها والملكه ما صبرات وكتبت لكم السبب ببساطه. انا بغيت نشرح لكم الوضع في الجزائر كيف هو اليوم. الذي يسأل عن قضية الصحراء المغربية أين وصلت وعن قضية البوليزاريو أين وصلت فين وصلت. قضية الصحراء المغربية المغاربة يعيشون في صحرائهم، وقضية البوليزاريو اليوم هناك نزاع ما بين شعب جزائري بدأ يستوعب أن تلك الشرذمة أو هذه الطبقة الإرهابية ما هي إلا تهديد للسيادة الجزائرية حول أراضيه، وما بين شعب جزائري يساند نظامه في أطروحاته. علاش أنا ما تدخلتش وعلاش الملكة ما تدخلتش وعلاش ياسر ما تدخلش؟ لأن الوضع لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد. وزيدك واحد النويطة إلياس. نعم. كيتسناو الأمم المتحدة تعترف لهم بالصحراء الغربية ياك؟ أييه.
فإذا بها تعترف بأن كل من ازداد في تندوف فهو ابن تندوف. نعم. لا دابا انا ما كيهمنيش القوانين، ما كيهمني، انا كيهمني الوضعيه اليوم. انا جبت لكم وضعيه امامكم، ها هي ذا الوضعيه، شوفوها على طبق من ذهب. اليوم ها هو المشكل ديال الصحراء فين كاين. مشكل الصحراء اليوم راه كاين في الجزائر. اليوم النقاشات التي تدور عن أحقية الصحراء في صحرائها، ولا هل يجب علينا أن ندعمهم، ولا هذه ماشي ديالنا حنا الشباب، راه ديالهم. الناس عندهم مشكل، الشعب فيما بينهم الله يفكل وحيلهم على خير. أنا إلا قال له بأن عندهم مناطق محررة فهو يتحدث عن المناطق المحررة الجزائرية. أنا ما كنعرفش كاينه شي مناطق محررة هناك. كندخلوا باللي سي باسي، والطائره الطائره الجزائريه هما اللي كيمشيو بها، فالمشكل ديالهم مع بعضياتهم. الموضوع لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد. انا غادي نعاود نطلع الاخوان دابا، فهموا شباب بان الموضوع اللي مطروح ما بين الجزائريين لا يهمنا. خرجوا من الموضوع، تفرجوا، شوفوا الجزائريين كيف يناقشون امورهم الداخليه، وتعلموا الديمقراطيه ما بين الشعوب. شوفوا ذاك الجزائري كيف يتحاور ما شاء الله عليه والحجج ديالو، وشوفوا الجزائري الاخر كيف يتحاور وحججه المنطقيه. بجوجهم تبارك الله عليه عندهم حجج دامغه لا تقبل مجالا للشك في ان بجوجهم عندهم الحق. حنا بحكم الجوره والاسلام والاخوه اللي كتجمع بيناتنا نطلبوا الله سبحانه وتعالى يهدي النفوس فيما بينهم، وما نفخوش في العافيه باش ما تكبرش. حنا غا طرف مراقب فقط، حنا ماشي اعضاء في لا التطوانيين دايرين بحال هكا ولا غير انت؟ لا خويا العزيز، انا والله شوف لا انا شوف، لا انا ولا الملكه شادوا المغاربه التطواني هذا خرج من الجنب. شوف انت تطواني واش من تطواني اخويا؟ واش حنا طرف في النزاع؟ على راسي دابا، انا خايف على راسي دابا انايا باب الله يبان، انا خايف انا اخويا. حاشا الملكه ديري بوجه كازا اختي الله يحفظك. حاشا لله والله. حاشا لله. شوف الملكه ضابطه معايا الخطه. وزير خارجيه الياس ما تقمصش زعما شخصيه وزير الخارجيه ديال الجزائر واحد الاسبوع غير حل شي مشاكل ورجع. لا صعيب لان شوف لان صاحب، شوف انا نشرح لك، لان صاحب الخطه دابا هذا الشيء هذا راه ماشي خطه ولا هي سبونطاني. انا والملكه دائما كنكونوا كنتناقشوا مثلا في هذه الامور. اخويا ياسر كتقول لي هي الياس حنا ماشي طرف في النزاع ديال الصحراء الغربيه الجزائريه، كنقول لها فعلا. كتقول لي عافاك الله يكبر بك، ملي يطلع جزائري اعطي حق الرد للاخر وخليهم يحلوا المشاكل ديالهم، وحنا ما نكونوش داك الشيطان اللي كينفخ في العافيه ونيضوا ما بيناتهم شي نعم مشكل. نعم. فهمني؟ خليهم الانسان هما خصو يكون حقاني. نعم حقاني. شوف حنا نطلبوا لهم حنا نطلبوا لهم الله سبحانه وتعالى يوفق في بيناتهم، والنظام ديالهم يلقى شي حل وسط كيفاش يوفق ما بين هذا الراي والراي الاخر. ونطلبوا الله سبحانه وتعالى ان المملكه المغربيه اللهم ارنا حقا وارزقنا اتباعه، ارنا الباطل وارزقنا اجتنابه. امين يا رب العالمين. ها هو الاخ الاولاني. الاخ الثاني شنو كانت سميتو؟ شي حاجه في زمن الياس. المتفائل. المتفائل. طلب جاست باش تجاوب على راسك. تفضل. دابا انا شرحت لخوتي المغاربه باش ما يدخلوش بيناتكم، لان انتم كيف ما كان الحال خوتنا الجزائريين وما نبغيو لكم شي ضرر ولا شي حاجه، فاهمين ياك؟ لا قدر الله يوقع بيناتكم شي سوء تفاهم. اخ الياس، حبيت نقول لك واحد المعلومه خاصه بك انت. عجبتني تطوان بزاف، جيت ليها وقعدت شهر في مرتين في البلاج تاعكم تما تاع مرتين. وانا كنقول داك البلاج علاش نور، هو انت خويا الجزائري كنتي فيها. مرحبا بك اخي. تفضلوا باش نبقاو في حدود في حدود الاحترام. وعليكم السلام اخي المتفائل الجزائري. عافاك، حاول الله يرضي عليك، حاول تحيد دوك المصطلحات ديال عمتي وخالتي وداك الشيء لان ما جاتش.
الله يرضيك. معليش اختي العزيزه، انا نتقبل كلش، معليش بارك اللي جات الله من فيك، عند مرحبا اسمه بك، مرحبا بك. ايوا في كاست اخر معليش. مرحبا، ولكن والله احتراما راني لينا سامح حنايا. لا، احتراما لينا بارك حنايا ما الله يتذكروش. بارك الله فيك، مرحبا بك. تفضل تفضل مشكورين، بارك الجزائري الله وتفضل فيكم. متفائل. تفضل تفضل وين خليني أخي؟ نسمع فيك. واش رايك انت مع الدستور يا اخي؟ اكيد ها؟ نعم اكيد. خوتنا المستضعفين اللي من جا النظام هذا يا اخي، كل سنه رانا نشوفوا يشعلوا فيهم النار، واش ما غادوكش؟ غادوك خوتنا الصحراويين برك. اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله راني في اللايف ما تسال في المسيليه شعريا الثلاجه تاعك ماك مسيلي، والله على ما اقولوا هذا، بصح نحاورك قدام الناس، انت ماشي مسيلي. معليش. تاع المسيليه ما الله عندكش. يصليوني. شوف اسمع، حبيت نديك العاصمه ما عندكش تدخل. اذا ماشي انت، اذا انت مسيلي اتفضل. انا حلفت لك بالله انت ما راك جزائري. على الراس والعين يا اخي، تجيني روح برك راني نسمع فيك، والله غير مضايق فيك شخشوخ فاعل كيف. مرحبا بك على الراس والعين يا اخي. انت مع خوتنا الصحراويين بالحق، كونتر خوتنا القبائل اللي مساكن كل سنه يشعلوا فيهم النار يا اخي، ماكش معاهم. نتكلم ولا تتكلم؟ ما فهمتش انا، مع كل سؤال نجاوبك فاهمني. تكلم جاوبني كي نهضر ما تقاطعنيش، ماشي كي نهضر تقاطعني. انا لا ما نقاطعكش. اولا خوتك القبائل اللي تهضر عليهم، خوتك راهم عايشين معاك، راهم في اوروبا، خوتك القبائل راهم محوسين الاستقلال. هما القبائل خوتي انا اللي راهم عايشين معايا في الجزائر. اروح ندير لك لايف في وسط القبائل، ونهار اللي سمعوا فرحه مهني بدا بهذاك الكلام، خرجوا كاع وداروا مسيرات ورفدوا العلم تاع الجزائر. هما ابناء الجزائر، ابناء الام، هما من دمهم مازال الضك يشهد عليهم باللي راحوا شهداء الله يرحمهم، والارض ارضهم. باش تدخل لي خوتك القبائل ما خوتي القبائل، هذاك المصطلح اللي فيه السم ما تقولوش. خوتي القبائل راهم عايشين لاباس بهم، خوتي انا اللي راهم عايشين معايا. شوف على بالك باللي احسن قريه في الجزائر في الجمال جات في الجبال تاع قبائل اللي تهضر عليهم. احسن قريه في الجزائر. واش من المنطقه تيزي وزو اللي جات في القبائل؟ معليش ولا علينا، السؤال واحد اخر معليش. واش وانت راهي عجبتك تيزي وزو يا اخي؟ انا نعلم بليس تيزي وزو بلادي. انا بومرداس على بالك شحال عندي، على بالك بومرداس شحال نمشي يا اخي، اسمح لي، بومرداس شحال نمشي لتيزي وزو، عندي 3 كاردور ساعه غير 4 راني في تيزي وزو لوطوروت نخرج. يا اخي نعم. انت راه عاجبك انت يا اخي، معليش قضيه نتاع الحريق نتاع القبائل، معليش يا اخي، راه عاجبك النظام واش راه يدير في القبائل يا اخي. القبائل منطقه محفظه محترمه ما شاء الله، راهم يزرعوا لهم في الكباريات كل نهار، والدعاره المقننه اللي راهي في بجايه وتيزي وفي البويره. انت اسكو عاجبك ولا ماهيش عاجبك؟ هذا الكلام كاع راك تقول فيه انت، احنا ما شفناش. اولا وقبل كل شيء، معليش القبائل خليني سالتني. لا اله الا معليش الله. تتفق معي باللي ما خليني نجاوبك يا اخي. تفضل. خليني نزيد فضلك. شوف باه نفهمك خلاصه القول في الكلام تاع القبائل. شوف كاين القبائلي اللي يصلي، وكاين القبائلي اللي ياكل الحلوف كافر كيما فرحه مهني. انت تهضر لي على القبائل الكفار اللي راهم هابين برا، اللي هربوا من الدين وعنقوا فرنسا. انت تهضر لي على ولايه من احسن ولايات في الجزائر، لا من السياحه لا من البنيان، حتى التجاره اللي يسمى عندنا في عند خوتنا قبائل التجاره. السياحه الجنسيه ولا واش من السياحه؟ وين راهي السياحه الجنسيه اللي شتات القبائل؟ وين شتا مع كل احتراماتي؟ لا دقيقة لا دقيقة ممنوع هذه المواضيع هذه حتى على الجزائر. هو اللي راه يهضر، انا مانيش نهضر. لا ممنوع متفائل. لا يا راجل نعلب ليش وراي السياحة الجنسية؟ لا أقبلوا هذا الكلام في بلادنا، احنا عندنا السياحة الجنسية. دقيقة احنا غادي نبداو عاوتاني شتي. لا أقبلوا مثل هذه المواضيع هذه تطرح. هو اللي يفتح يا لا سألني، راه يسأل فيا تسمع دوك تجي من المرأة الجزائرية خط أحمر.
خط لا احمر. اله الا الله محمد رسول كملوا الله. في نقاشات سياسيه بالله عليكم اصدقائي، نقاشات سياسيه شداكم من والله يا المقاصد. كيعود تطعن، يا والله يا كيعود تطعن في المرأة الجزائرية بهذا الكلام. والله ما تسال في الجزائر، والله ما راك جزائري انت، وما يشرفنيش نهضر معاك ونهبط. لا نهبط وما يشرفنيش نهضر معاك. لا دقيقة المرأة الجزائري، الجزائرية تقول دقيقة هذا الإخوان، الكلام. دقيقة ننظموا الحوار. دقيقة الجزائري برد حاشاك. فيك النفس، برد فيك النفس، برد. لا انا ما شوف، نبردش فيها الناس، لا بأس بيا. اسمعني الله يرضيك. الله بالك، انا احتراما لك راكي معاك معنا بالقاس ما حبيتش اسمعني نهضر. الجزائري، الا هبطتي ما كاين لاش. اسمعني هو شنو كيقول. كاينين بزاف الجزائريين مادام انت عندك معلومات على ما يخص القضيه ديال البوليزاريو وخليك معاه، ناقشوا في هذا الموضوع اللي هي اما السياسه. موضوع شوف آخر. حتى الجزائر انا نزيدك، انا معاك، انا نزيدك حتى فيما يخص سياسه الحليب والسميد، وهذا لا يهمنا نحن في لايف سياسي. ما يهمنا هو القضيه بحد ذاتها كيف تنظرون لها انتم كجزائريين. مثلا متفائل عنده نظره وانت عندك نظره، خليكم من المراه وخليكم من هو اللي الحياه الكلام اللي الداخليه. بعيد عليه، انا ما دخلتش في هذه المواضيع يا اختي. برافو. لا المتفائل يا اخي. انا وقفت اسمعني، انا عمري ما نهضر متفائل. كلام اللي سبحان انا الله. وقفت نهضر- انا وقفت ولا عليك. نقاشات سياسيه ولا يا عليك. حبيبي. نقاشات سياسيه. يا اخي الكريم، الله يسترك، راك تتهرب هاك. علاه تتهرب يا اخي؟ جاوب صريح، وين راه المشكل؟ انت اسكو عجبك الجزائر كي راهم يقسموا فيها ولا ما عجبكش؟ وراه اللي يقسم في الجزائر يا اخي، وراك انت كتمشي وراك عايش. الدوله بثلاث رياس، انت كيفاه يا تيندو في راهم مقسمينها. واش راك تشوف انت منين جبت هذا العلم؟ واش من الجامعه قريت فيها يا خويا؟ راك تهضر وين؟ انا راني عايش في الجزائر حبيبي. شكون اللي عايش في تيندو يا اخي؟ تيندوف وشكون راه عايش فيها؟ الله يستر. تيندوف عايشين فيها ولاد تيندوف، وعايشين فيها اللاجئين الصحراويين، ماشي دايرين لهم الداخل في وسط تيندوف. عاطين لهم جهه، تيندوف كبيره راهي قد فرنسا، عاطين لهم جهه، والجيش تاعنا هو اللي يعس عليهم. وثم كاين المينورسو، وثم كاين اللي راهم الهضره اللي تهضر فيها كاع كذب في خرطي. داك تقول السلاح هل ترى المينورسو تدخل لسم على ما شافوا السلاح؟ وين شتا السلاح راهم رافدين المجاهدين تاعهم، راهم في الاراضي المحرره، راهم يحاربوا المملكه المغربيه. انت دخلت، انت رحت لتيندوف ولا جامي؟ انت رحت لتيندوف ولا جامي؟ لا اله الا الله. شوف تحبس، شوف راني قدام الناس نخرج دوك باش تعرفني باللي صادق معاك. نخرج من الدار نعيط لوليد اختي نقول له اخر ماشينه حطيتها في تيندوف ديناها لغار جبيلات. دوك نقول لك دوك نعطيك دوك. لا غير خرجت باه نكشفك قدام الناس، والله غير نكشفك دوك. معليش وليدي كشفني قدام الناس، اكشف. والله غير نكشفك قدام الناس باللي راك تكذب وكذاب، ونجيب لك الدليل ونعيط لك. لوديد اختي اخر ماشينه حطيناها في غار جبيلات. انا نخدم في طرابو بيبليك، وعندنا لي بورتونجا، ورانا ندو الماشين راهم نطلعوهم من الشرق من الغرب ندخلوهم لغار جبيلات، ندوهم بكمايننا نحطوهم ثم ونخلصوا. يخلصنا السيد ونولوا ما كاين لا بوريزاسيون، ما كاين لا. سقسيت انا وليد اختي قال لي ندخل. السلام عليكم. المخيمات تروح لهم؟ تقدر تروح المخيمات؟ لا ما قلتلكش نروح للمخيمات، ما تكذبش عليا. المخيمات بعاد على تيندوف. وين جاو المخيمات حطيتهم الدوله بعاد على تيندوف، والجيش الجزائري يعس عليهم. يا اخي خليني نهضر لك، ما نهضرش معاك نفهمك. لك سالتني ما تقدرش تدخل للمخيمات. مخيمات تدخل بوئيطوريزاسيون. وي هكذاك يخافوا. علاه ما نقدروش ندخلوا؟ يخافوا كاش مغربي يدخل على الجزائر يروح للمخيمات كاش ما يدير للداخل. هاني نقول لك علاش. فوالا. علاه هادوك ولادك هذوك امانه عندي، ماشي ولادي. هذوك هربوا من القهر والذل والحقره، وهذوك امانه عند الجزائر. المعلم هذوك امانه عندنا. شكون اللي حقرهم؟ هم يسوقوا فيك اللي حقروهم المغاربه. ضربوهم بالطيارات، ضربوهم بالنابالم، حرقوا لهم ديارهم، داوهم للحبس. واش بيك تورك عليه؟ اللي جابهم لك الكم هربوا. هما جاوا وحدهم، هما اللي هربوا لينا. ما حبوش نهربوا لموريتانيا. عندنا وطن ولا عندنا خيريه؟ عندنا وطن. اتفضل راني نسمع. نعم. واش راهم يديروا لكم؟ محمد خويا روح محمد. والله غير تسمع، والله انت تسمع. هل تندوف وقت تشرح؟ الله يفتح عليك. يا اكرم ابيبل يعطيني الوقت. عندي واحد ما شهر. السلام عليكم. هذا الحاج بلاتي الجزائري. لا بلاتي، لا بلاتي اخويا العزيز. لا
قوة دقيقة. النقل. متفائل المخيمات فينا الأخرى بالدخل التندوف متفائل. بلوتيزاسيون لا دقيقة الجزائري ما تهبطش دقيقة. ما نهبطش ولا غير خويا الحاج معايا اللي عمره ما هضر في تيك توك، هذا مول الكاميون اللي متفائل رايح. اعطيني واحد دقيقة الله يكبر بك إلا سمح لي أخي إلياس. الجزائري نعم هو غير في إطار المصداقية ديال اللايف. اكيد نهضر معك، انا نهضر معك بمصداقيه، انا ما نكذبش، انا حاجه ما الله نعرفهاش يكبر. تعرفيني نقول لك باللي ما شنو نعرفش. شنو قلتي على على البوليزاريو فين كاينين؟ كاينين في تندوف، اين بلاصه في تندوف؟ الدوله دارت لهم بلاصه وحدهم باش تعس عليهم لاجئين مخيمات وكذا وبانيين، ودارت لهم بلاصه في وحدهم. تندوف اختي العزيزة. واخا متفائل غير عطيني واحد دقيقه ونعطيك الكلمه. واخا ماشي خذ راحتك. واش كتعترف الجزائري بان البوليزاريو عندهم ايماتريكول ديال الطوموبيل فيها اس اش، نعم ام لا؟ هذو كانوا يجيبوا فيهم من فرنسا في وقت يحيى كان شرح لهم، وكانوا يدخلوا بالباطوات لبلادنا، كانوا يجيبوا كل يوم يجيبوا من فرنسا، فرنسا يدخلوا ماشي مشكل. واسبانيا والطاليان ويبيعوهم ويعاودوا ماشي مشكل الجزائر. انا نعم فهمتك الفكره وصلت، غير هو الا جابوهم من فرنسا تكون مكتوبه فيهم اس اش. اس اش يجيب تاع الله اعلم تاع هولندا ماشي تاع فرنسا. الاس اش اس اش هي الايماتريكول اللي خاصه بالصحراويين داخل تندوف. ما عندهمش ماتريكول خاص بهم الداخل. ولا وريتك دابا ولا وريتك دابا خلي الملكه نجاوبك في زوج كلمات. دقيقه الجزائر دقيقه. ولا وريتك دابا فيديو من داخل سوق تندوف اللي كيشتغلوا فيه اكثريتهم البوليزاريو، وكاينه تماك طوموبيل عسكريه. ملي كنقول لك عسكريه يعني ماشي تابعه للمدني، لا العسكر فيها اس اش. شنو تقول؟ تاع الجيش تاعهم ولا تاع الجيش تاعنا؟ تاع الجيش ديالهم محطوطه عندك وسط تندوف. شنو تقول؟ انا هذه والله غير لا دخلت فاش ما دخلوا يدوا مسحقين، ولا انا هذه باش تقولي لي كاين الجيش الصحراوي في وسط تندوف، هذه تجي كاش لقطه كاش ما سحقوا كاش ما دخلوا يدوا مانيش عارف. لا واخا متفائل متفائل ما يدوش تما ما يدوش تما. دقيقه وانا نعطيك. الجزائري نعم دولتك ذات سياده على تندوف، نعم ام لا؟ اكيد على كل شيء. كيف لدولة على طيشين تندوف. انا فهمت اكيد صافي جواب مقنع. كيف لدولة لها السيادة على أراضي تندوف تسمح بدخول سيارة عسكرية إلى بلدها تحمل إيماتريكول اس اش؟ يا الاخت ملكه، دخلوا في مهمه دخلوا كش ما استحقوا، انا وين على بالي نعس فيهم، ما كتسالي بهذا السؤال اكيد يدخلوا. اذا كنتي ما كتعشى مع كل انا غنعطيك الكلمه دابا. ما يدخلوش يحوسوا ولا الا كنتي ما يدخلوا فيه يسحقوا حاجه. فهمتك وصلت الفكره. اذا كنتي انت ما كتعشى عليهم فماشي من حقك تقول وتنفي اي حاجه طاريه في ذاك المكان. ومتفائل ملي يقول لك بانه هل هناك لاجئ بلادك انت ما كتسمحش لك انك تدخل عنده وهو كيدخل عندك الجميع التراب الجزائري، ما تقولش ليه لا. ملي يقول لك هل يوجد لاجئ له عسكر وله جيش، ما تقولش ليه كاين في المناطق المحرره، لان ليس هناك اي مناطق محرره توجد في الصحراء او القضيه ديال الصحراء الغربيه او الاقاليم الجنوبيه، بل هناك أراضي محررة مقسومة. أعطيني دقيقة كولاير الله يكبر بك. مقسومة إلى نصفين، وهي ولاية تندوف التي يحكمها شمالا مصطفى دحو الوالي تحت سيادته وإمرته، وهناك تندوف الغربية التي تحت السيادة ديال القياد البوليزاريو. وتماك فين كيداروا المناورات العسكرية، وبالدليل منين؟ من فرانس 24، الجزيرة، بي بي سي، العربية، اللي بغيتي. دابا نجبدوه لك نشوفوا المناورات العسكرية تقام وسط تندوف. الأراضي المحررة اللي كتكلم عليها تقولها هيئة الأمم المتحدة، تقولها أي صحيفة موثوقة عالميا؟ لا. من يقولها هي صحيفة الشروق والنهار الجزائرية، وكذلك حتى الجريدة الرسمية الجزائرية لا تقر بالأراضي
المحررة كما تدعي أنت اليوم يا جزائري. اللي بغيت نوصل لك أخويا الجزائري، مع أسفاه باش تفهم، مع كل أسفي، هو أنه اليوم الجزائري دخلتي راسك في حيط ومازال كتطلع ومازال ما بغيتيش تفهم بأنك مدخل راسك في حيط. مازال ما باغيش تفهم الهضره اللي تيقول لك متفائل، اللي هي نورمالمون خاصها تفرحك وماشي تبكيك. انت خاصك تكون اليوم واقف رجل من رجال الجزائر اللي توفاو على ديك الارض كيف كتقولوا ارض الشهداء، وما تخليش البراني ياكل فيك الي غوتور. ونزيدك وطالع هنا كجزائري وكتزيد انك تدافع على من ياكل خيراتك انت، ومن يسوق المرسيدس، واللي عنده ايماتريكول، واللي عنده مصروف من الميزانيه ديال الجزائر بحد ذاتها، من يدفع خلصة رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والوزراء اللي خدامين في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، مع العلم أنها دولة لا يعترف بها لا المحكمة الدولية ولا هيئة الأمم المتحدة. طالع كتدافع عليه. هذا ماذا يعني يا جزائري؟ يعني أنك، واسمح لي على هذه الكلمة مع كل احترام، أنك إن بطحت يا ابن الشهيد لشرذمة وأصبحت تخدم أجنداتها بلا ما تحس، بعد ما خصك توقف وتكون مع متفائل في زمن اليأس من أجل وحدة مغرب كبير ورابع اقتصاد في العالم. ندير يدي في يد الجيران وما نديرش يدي في يد اللي ما عمرهم وقفوا معايا. ندير يدي في يد اللي عطاوكم وجده كيف قلتي وسمحوا لكم انكم تدخلوا وتجلسوا فيها وتخدموا الاجندات ديالكم انتوما. شاهد من اهلها. تفاعل معك، تفاعل. عندك ساعه وانت تهضرين، تفاعل صافي. انتوما كيف عطيتوا فضلك عطيتونا واخا متفائلين خلينا نتفائل معايا. الله يا اخي، الله يجزيك. انتوما عطيتونا وجده وكنا وديت في السبيطار وكنتوا تداووا فينا، صافي انتوما انبطحتوا. هكذا حبيتي تقولي. برافو عليك. انا نقول صافي انتوما انبطحتوا. سؤال جميل، سؤال جميل. اسمع، شاهد من اهلها يا مراه. انا غادي احنا نجاوب. انحقرنا أنا جينا غادي نزيد لعندكم، نشهد. انحقرنا جينا لعندكم، حقرتنا فرنسا، قهرتنا. جا الملك الله يرحمه اعطانا جهه قال لهم داووهم وحطوا السلاح وباي باي. دقيقه متفائل. الله يهديك، ما خاصهاش دوز. تفضل. وهذا هو المعروف اللي رديتوا لنا بانكم والله تنعطيك لما غير خلي يعقب عليا ونسد المايك والله تنعطيك. انا عرفتك كل يوم شنو المنهج. اي اصبر عليا. عاود لي جزائري شنو قلتي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. لا نهضر كلمه وتردوا عليا 50 ساعه وما تخلونيش نهضر على، ما تخلونيش حتى نمد الفكره. يا ودي غير كمل يا الاخ اللي يهضر. دابا انت باغي تلصق في ياسير لانك ما بغيتش تكمل. ياسير ما غيتفاعلش معاك. ياسير بعاقل وفاهم. زوج كلمات. احنا عبيت نقولوا يا اخي ياسين ولا يا سلام. لا نسالك ياسير، وانا نسالك ياسير. دابا حنا راه كنفهم ونسال جزائري. انا سكت متفائل والاخ ياسير احترمني وعطاني الكلمه. كمل انت معايا. تفضلي. واش حبيتي تفهمي؟ قلتي عطيناكم وجده واعترف عطيتونا وجده كاع، عطيتونا بلاصه في وجده وين كنا نداووا فيها ولا يمولنا السلاح ولا يمولنا الدراهم. اذا حنا منبطحين. اي لا اسالي نفسك. برافو. اذا انتم منبطحين. برافو. هذا واش حبيت نقول لك. يلا وانا غادي نجاوب. ممكن نجاوبك؟ تفضلي. انا نسال فيه قلت لك اذا كان انتم عاونتونا انت اليوم منبطحين. انت اليوم احنا كنا كنعاونوا في خاوتنا الصحراويين. دابا وخليني نجاوب. شوف كيفاش كنقول لكم. سمعوا النصيحه ديال بومدين الله يرحمه، تيقول لكم لا تتحاورون مع المغاربه ولا تتجادلون مع المغاربه في التاريخ فانتم خاسرون. انت رجعتي للحقبه المعينه ديال المرحوم له والمغفور له محمد الخامس واقريت بفمك انه ساعدناكم في يوم من الايام واصبحنا منبطحين. انا نجاوبك يا جزائري. ما قلت لو علم وغير دقيقه والله غير نقول كلمه والله خليني نرد ملكه. قلت لك عاونتونا انتم منبطحين. انا سالت ودابا جزائري احترمني. لا وجا احترمتك راه كيتفرج فيك. لا تقولي لي ما لا اقول اخت ملكه. واش قلتي اذا انتم ساعدتون. عطيني دقيقه عافاك الجزائري. لا اله الا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله. اذا حنا مادام عاوناكم ومادام انتم عاونتوا البوليزاريو اذا حنا بحال. لا انا نشرح لك. لو علم اجدادي، اسمع مزيان، لو علم اجدادي والمرحوم له والمغفور له محمد الخامس أن أبناء الشهداء سيطعنون فينا في يوم من الأيام بضربة على الكف
بضربة كف على الظهر لما ساعدوكم ولما أخرجوكم من استيطانكم الفرنسي. لا وددنا وأحببنا أن يكون هناك شعب ينتمي لغوادالوبي وفنخيري وخوسيفا وجوزيف وما غير ذلك وماكرون، ولا أن يكون جاري هو العربي ومحمد وهو لا ينتمي للاسم لو بخلق واحد. اشرح لك. لو علمت أنه في يوم من الأيام ستكون سببا في تقسيم وتقزيم المغرب الكبير لجعلنا مغربا كبير برعاية فرنسا الجارة، ولما كانت هناك جزائر اليوم كيطلع جزائري بوجهه حمر ووجهه مقصدر عند الكاست وتيقول لي يا الملكة نتوما ساعدتونا وحنا كنساعدو اللي كيضرب فيكم. والله حتى حنا دابا نخرجوا من الكاميو. دابا الملكه منين نخرجوا؟ فين نمشي؟ الملكه كاين في الكاميو. والله اش غتجاوب؟ خليني انا والله اخي ياسين خليني نجاوب نهضر. يا اخي ياسين اسمع، خليني نهضر وما تهضرش في بلاصتي. يا اخي هضرت معايا، خليني نجاوبها يا اخي. حقي نجاوبها من قبيله وانا ساكت. حقي نجاوبها. ما تشوفوش خليني نجاوبها. لا سبحان الله انا نجاوبها. سالتني انا مسألة. لا ما غتجاوبهاش. شوف الجزائري الجزائري في اطار الاحترام خلي ياسير يكمل الكلام ديالي لانني انا ما كملتوش وهو عارف بلي هادشي غيمشي. خليه تفضل. درتي والمثل يقول اذا اكرمت الكريم ملكته واذا اكرمت اللئيم تمرد. كما قالت لك لو علمنا أن سيأتي في يوم من الأيام جزائري ويتكلم عن تاريخ هذه الطريقة ويعبر عن خبثه وعن لؤمه لجعلناه مغرب كبير بدون الجزائر، كما تريد الجزائر اليوم أن تبني مغرب اتحاد بدون المغرب. تقول أعطيتمونا الجزائر، تقولها بفمك، وأعطيتمونا المال والدراهم ووفرتم لنا العلاج، ونحن اليوم نرد لكم المعروف بأننا نقتطع أرضكم ونستضيف البوليزاريو في بلدنا على نفس النهج. وش هذا؟ وش احنا عاونا بشر ولا عاونا حيوان؟ احنا عاونا بشر، إنسان أكرمه الله بالعقل أن يرد الخير بالخير وليس. احنا تعلمناهم، انتم عطيتونا وجده، احنا عطينا تيندو. لمن عطيتي تيندو؟ لمن يطعنني؟ انا اللي عاونتك وانا اللي تبنيت القضيه ديالك، وانا اللي جعلت ماشي غير وجده والسعيديه والناظور. تدويتي غير على وجده، السعيديه والناظور اللي كانت فيها اول اذاعه ديالكم، وزيد 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 وزيد. والله انا استحييت امامك. يعني انا علاش انا ما خليتكش تهضر؟ يعني اقول ربما تنصرف في هدوء، لان ما قلته والله لا يشرف يا اخي تعطينا الكلمه نهضر نجاوبوا. اسمع شوف اسمع لي مليح. اسمع لي مليح يا اخي كونفوير ولا اسمك. اسمع لي مليح. النهار اللي تولي تشبه انت المغاربه الاولين ذاك النهار نتعامل معاك تاع الصح. المغاربه الاولين الشرفاء. خليني نهضر. عليك انا بزاف عليك انا تقول لي نهار تشبه المغاربه بزاف عليك. سير تكون جزائري. انا ضربتني النفس على الجزائريين بلاصتك بالموسخ. لا جميل جدا. انا اول مره غنكون ضد الملكه وضد ياسر بجوجهم. انا ضدهم صراحه. انا نقول لكم علاش. سمحوا لي لان غندخلوا فقره الساحر دابا شويه. اوكي. الاخت الملكه ما زالت تتحدث هي والاخ ياسر بمبدا الجوره ومن مبدا ان احنا درنا فيهم خير فننتظر منهم خيرا. للاسف هؤلاء المغربيان اللي هما الملكه بنت المملكه وياسر لا يعلمون انه في سنه 2024 سقطت تلك المقوله التي كنا نؤمن بها زمان.
آباؤنا وأجدادنا هم من كانوا يؤمنون بهذا، أما هؤلاء الجزائريين لا يؤمنون بذلك. الرجل كان معكم صريحا، قال لكم أنتم ساندتمونا في الشمال المغربي ونحن نساند في تقسيمكم في الجنوب المغربي. بمعنى أدق، إذا أردتم أن تلوموهم لوموهم نهار يبغيو يقسموا لكم الشمال ديال المغرب، أما اليوم هما يريدون تقسيمكم من الجنوب، يعني الحجة عليكم ليست عليهم. هذه واحد. جوج، الحاجة الثانية اللي ضدكم فيها أنا بجوج هو التدخل في موضوع جزائري خالص. اليوم شفنا نقاش ما بين جزائري متمرد على الأوضاع الجزائرية، رجل لا يقبل المعيشة التي أصبح يعيش فيها في بلده، ورأينا إنسان يدافع